ملك الموت لابد أن شكله مرعب. اللهم عني على غمرات الموت وسكرات الموت. هذا اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام قبل لا يموت، وهذا دليل ان الموت ما هو سهل حتى على الصالحين. الله يصلح انه يهديني ويجعل من اللي ختمتهم زينه. صدق والله؟ لا صدق والله ان شاء الله. ابي اوريكم فيديو البنت قبض روحه ملك الموت قدام الكاميرا. والله يا عيال انه جالس يتلفت وطاير عيونه وكأنه شافت عالم جديد مرعب. فيديو فقع قلبي والصغار ما انصحهم يكملون. ابي اوريكم الفيديو. خلاص يا اخي الله يخليك اتعشتنا مع شغلك. بوريكم الفيديو الحين، تفضلوا. Ben de seni. İyi ki geldin hayatıma. Sen de. Biliyor musun benim dün doğum günümdü. Gerçekten. Evet, seninle aynı gün doğmuşuz biliyor musun? Ay. Senin de doğum günündü, benim de doğum günümdü. Abla bir şey oluyor. Yok bir şey olmuyor, ben buradayım, yanındayım. Merak etme. Ne abla? Bir şey olmuyor aşkım, merak etme, ben yanındayım. Tamam, ben yanındayım, hiçbir şey yok. Ay abla. Ablam? Gel abla. Ne aşkım o? Ne o bebeğim? Ne görüyorsun aşkım? Raziyem. Raziyem. Aşkım. Raziye. Raziye. Aşkım. Raziye. جاء وقت الحق واصبحت ما هي فاضيه لمجاملات اخته عيد ميلاد مع عيد ميلاد، ما عنده وقت للكلام الفاضي. جاء وقت الحق وصار بصره حديد. وش كان همه بالدنيا؟ وش كانت نواياه وتفكيره؟ هل سرقت؟ هل جرحت وضرت نفس؟ هل حسدت؟ هل كانت تنم وتتكلم بظهر غيره؟ جاء وقت العدل. لا يفوتك الاوان انت. يا ليت انصح نفسي. ويقال انه ماتت بنفس اللحظه. السلام عليكم. لا إله إلا الله استغفر الله. الحمد لله خلص رمضان وابتلت العروق. ألف مبروك للي ناجحين ومعطلين، واللي سقط يحط بالتعليقات هذا الإيموجي وبواسيه واعطيه قلب. المهم اليوم بطير عقولكم مخاطرة. هذا الفيديو ما هو للخوافين فقط، المعضلين. أهم شيء يسعدوني باللايك، ما عليكم أمر يا محبينا، واشترك عندنا إذا كنت ضيف جديد. أنا بيبسي وخلونا نبدأ. ثاني فيديو وللأمانة من أغرب الفيديوهات اللي مرت علي. هذا الفيديو الأسد، ومعروف ملك الغابة بشجاعته، ولكن هذا الفيديو راح يوضح لنا إن في كائنات خفية عن عيوننا أقوى من الأسد. شوفوا الفيديو ودققوا، راح تلاحظون الأسد كأنه بمبارزة مع كائن خفي، وراح تلاحظون إن الأسد كأنه خايف، وفجأة تم قبض روح الأسد. امسكوا عقولكم قبل تنهبلون وشوفوا الفيديو. وش الطاقة الخفية اللي قبضت روح هذا الأسد؟ شيء لا يعقل سبحان الله. يقولون في سؤال نادر دائما نطرح، يقول هل نحن وحدنا؟ ثالث فيديو، وهذا الفيديو مخيف يأكد لنا أن الحياة ليست لنا فقط. كاميرات المراقبة التقطت هذه اللقطة المخيفة. اللقطة القط، وخلف هذا القط نسخة أخرى. أتمنى أن الفيديو ما يكون مزيف يسقون علينا. لا نطلع من مود الرعب. امسكوا لي قلوبكم وشوفوا الفيديو. الصراحة الفيديو مخيف، ولكن بعد ممكن يكون ملقلق.
رابع فيديو، وهذا الفيديو لشخص مغامر وهو متجه وناوي يكتشف أحد البيوت المهجورة، بس صدفه وبدون لا يدري الكاميرا التقطت كائن غريب يطير حول هذا المكان، علما أن الطيور ما تطير بالليل سبحان الله إلا باتمان. ما أبي أطول عليكم، امسكوا لي قلوبكم قبل تنهبلون وشوفوا الفيديو. هذه المستودعات اللي ما دخلت فيها بس. دقة المقطع بس أهم شيء إن شاء الله أنكم شفتوا الفكرة، يعني شفتوا الفيديو وانرعبتوا. خامسا، وهذا الفيديو مشهور جدا ولكن ممكن أغلبكم ما شاف هذا الفيديو. فتاة طالعة وماسكة الجوال وجالسة تصور، وبالصدفة طلعت يمينه سيارة بدون سواق. طبعا أنا متأكد أنه ممكن كان يطقطق بجواله ومنزل راسه، لأن حتى الجن ما يطلعون الظهر. المهم امسكوا لي عقولكم وشوفوا الفيديو. طبعا بالنهاية لو تركزون كأن في واحدة لابسة عبات داخل السيارة. سادسا وآخر فيديو من غير شر، هذا المقطع مصور بكولومبيا، ومعروفة كولومبيا به أغلب القصص الشنيعة وأغلب القصص المرعبة تصير بكولومبيا. ما علينا، كاميرا المراقبة التقطت هذه الفتاة وهي تمشي بحركة ما هي طبيعية وطالعة بوقت متأخر من الليل. حماني وحماكم الله، شوفوا لي الفيديو. وبس أهنيك إلى وصولك إلى هذه الثانية، أشكرك على قوة قلبك. رغم أن مقطعنا اليوم ما هو مرعب مرة، أغلبه أشياء خفية وأغلبه أشياء ما هي طبيعية. وعلى فكرة ترى كل الفيديوهات هذه اللي تشوفونها ما هي مني أنا، كلها منكم أنتم يلي تسووا لي منشن بالتيك توك، وأنا أخذ هذه المقاطع وأجمعها وأوريكم إياها. وبس هذا نهاية مقطعنا. أهم شيء اللي يصل إلى هنا يحط هذا الإيموجي، واكتبوا لي تحت بالتعليقات وش تبون الفيديو القادم. وبس ما ننسى أن الحياة جميلة، خلنا نعيشها بجميع تفاصيلها. وبس مع السلامة.